الفيديو ده بجد أنا مش مرتبة له خالص. هلو يوتيوب فريندز، وحشتوني والله. أنا مش عارفة وقتي بشري منكم فين عامة. بقالي كتير قوي 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 مصورتش فيديوهات طويلة على اليوتيوب، وده بسبب ان انا يمكن بستتقل قوي الفيديوهات الطويلة، او بكسل بصراحة. يعني خليني انا النهارده هكون صريحة معاكم خالص. وحاليا انا كنت داخلة انام، بس كنت بعمل مع نفسي تيست كده عشان الفيجن بورد، لاني عايزة سنتي اشتغل على الفيجن بورد بشكل احسن. فقلت ليه لا ما افتحش الكاميرا عادي جدا واصور معاكم وانا بعمل حاجة زي كده، وما استناش بقى اللحظة المناسبة والوقت المناسب، عشان كل مرة بأجل 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 ومش بعمل أي حاجة خالص في حياتي. فقلت ليه لأ ما أقولكوش كمان على التست ده إن انتوا تعملوه علشان نعمل الفيجن بورد بأحسن طريقة، ونفهم أصلا يعني ايه فيجن بورد، ونظبط كل الحاجات دي سوا كأننا صحاب قاعدين مع بعض دلوقتي. فهاتوا حاجة تشربوها والنوت بوك بتاعتكم، أنا معايا النوت بوك بتاعتي، وتعالوا نبتدي ونكتب سوا ونشوف احنا عايزين نعمل ايه في حياتنا في 2026. طيب مبدئيا وأول حاجة احنا هنحطها خالص هي نيتنا، ان احنا هننوي ان احنا ان شاء الله السنة الجاية هنشتغل على نفسنا اكتر، هنكون ناس احسن، هنبقى احسن نسخة من نفسنا مش من اي حد تاني. نركز في حياتنا احنا، علشان احنا عايزين نكون احسن من نفسنا مش من حد. وهنتوكل على الله ونبتدي. ايه هي الفيجن بورد؟ انا كنت شرحت لكم الموضوع في شورت كده، ان الفيجن بورد دي هي رؤيتنا لحاجة معينة، حاجة معينة احنا عايزين نشوفها على ارض الواقع، فبنحطها قدامنا في هيئة صور لناس تانية مثلا محققة الحاجة دي، او صور الحاجة نفسها. فبنعمل حاجة زي طاقة الجذب كده، ان احنا بنجذب الحاجة دي لينا لان احنا بنبقى مركزين عليها طول الوقت. انا مثلا هحط لوحة مثلا لحاجة زي ما كان زمان، مثلا اللي كان عايز يلعب كورة بيحط صورة لعيب كورة في أوضته، فكان بيبقى مركز دايما على الهدف ده. لما طب النفس لقوها طريقة بتحفز الإنسان إن هو يركز على الحاجة اللي هو عاوزها فعلا، لان طول ما الحاجة قدامك انت بتبقي مركزة عليها دايما عايزاها بقى خلاص. فعشان كده استخدموا مصطلح الفيجن بورد ده في تحقيق الأهداف. احنا في الفيجن بورد بنحط أهداف كده في المطلق، يعني اللي هو مثلا إيمان عايزة تسافر، فأنا عايزة أسافر زيها، هروح حاطة صورة طيارة، مش عارف مين بيعمل ايه هنحط الحاجة دي، أو نحط الأهداف اللي هي المعممة. لا خالص، احنا مش بنعمل كده خالص، علشان كل إنسان فينا ليه أفكاره وليه أهدافه وليه حياته. فكل واحد فينا أهدافه أصلا مختلفة عن التاني. أنا ممكن يكون عندي 11 هدف في السنة، أنت عندك هدفين بس في السنة، وهكذا. فالأهداف ملهاش قواعد. احنا عشان كده بنعمل مع بعض تيست صغير كده بيقول لنا احنا عايزين ايه اصلا، او ايه الحاجات اللي احنا بنتمنى ان هي تحصل لنا في 2026 مثلا. طيب التيست اللي احنا بنعمله مع نفسنا هو ان احنا بنجيب في الاول خالص ورقة وقلم، زي ما قلت لكم بنحط النية الاول، انه يا رب الحاجة اللي احنا عايزينها دي تحصل، ان احنا نيتنا ان احنا نكون احسن، كل الكلام ده. وبعد كده اول حاجة احنا بنعملها خالص ان احنا بنعيد ترتيب احداث السنة اللي فاتت كلها. ممكن مثلا يعني لو انتم مش بتفتكروا بسرعة تشوفوا مثلا الارشيف بتاع ستوري انستجرام، او مثلا تقلبوا في الموبايل الصور بتاعتكم تشوفوا من شهر 1 لشهر 12 ايه كانت الحاجات دي كلها، هتلاقوا نفسكم بتعيدوا ترتيب الاحداث مع نفسكم. طيب بعد ما عيدنا ترتيب الاحداث هنكتب الحاجات الحلوة اللي حصلت لنا في السنة دي، يعني الحاجات اللي سواء احنا كنا مخططين لها من السنة اللي فاتت وحصلت لنا، او الحاجات اللي جات لنا فجأة. وفي نفس الوقت هنكتب الحاجات الوحشة اللي حصلت لنا في السنة. مع الأسف دي ممكن تبقى خطوة صعبة شوية، علشان الناس ممكن تفتكر بيها حاجة وحشة هي مش عايزة تفتكرها. بس آه، يمكن من الحاجات الوحشة اللي حصلت لنا دي حاجات احنا كنا السبب فيها، أو كان سوء تصرف مننا، فاحنا محتاجين نعرف احنا اتصرفنا ازاي في الموقف الحلو وازاي اتصرفنا في الموقف الوحش، عشان نقدر نحدد ايه الحاجة اللي احنا اصلا هنشتغل عليها في نفسنا. لان الفيجن بورد هي مش حاجة احنا بنشتغل عليها في شغلنا بس، او
في أي حاجة تانية، إحنا بنشتغل على كلنا بقى، على الإنسان اللي قدامكم ده بنشتغل عليه. بعد ما عملنا راب كده للسنة وعرفنا ايه الحاجات الحلوة اللي حصلت فيها والحاجات الوحشة اللي حصلت فيها، محتاجين نكتب الحاجات الحلوة اللي فينا والعيوب اللي احنا كمان بنشوفها فينا. زي ما قلت لكم ان احنا مش بنقارن نفسنا بأي حد تاني غير نفسنا، فمحتاجين نعرف الحاجات دي. انا شايفة انا ايه الحاجات اللي انا شاطرة فيها، او ايه الحاجات اللي انا لا ذكية مثلا، او ان انا بلمح الحاجات وهي صغيرة وبعرف اشتغل بايدي مثلا. دي حاجات انا شاطرة فيها فمحتاجة ان انا اكتبها. ان انا مثلا شخص صادق مع اصحابه، او ان انا عندي مثلا بدي الناس حب بنسبة كبيرة. دي حاجات انا محتاجة اكتبها. والحاجات اللي انا شايفاها عيوب فيا، ان انا مثلا بكسل، او ان انا شخص كسول، ان انا مثلا عندي سكيلز ناقصة في حتة معينة، ان انا مثلا مش بشتغل على نفسي بشكل كفاية، اقدر ادي نفسي اكتر من كده بس انا مش بعمل ده. ان انا مثلا ما بقدرش استمر على حاجة معينة. هكذا كل الحاجات دي بنكتبها علشان نعرف احنا محتاجين بس نشتغل على ايه الفترة الجاية. طيب تالت حاجة احنا هنكتبها، مين الناس اللي كانت واقفة معانا، سواء الحاجات اللي حصلت الحلوة في السنة أو الحاجات اللي حصلت وحشة في السنة. مين الناس اللي كانت بتقف معانا، أو مين الناس اللي كانت دايما بتشجعنا، ومين الناس اللي كانت دايما بتحبطنا. وده جزء صعب جدا، جزء صعب جدا في التدريب اللي احنا بنعمله ده، لأن ممكن تكتشفوا إن في ناس مش المفروض تكون موجودة في حياتكم، وانتوا حاطينهم مراكز عالية جدا في حياتكم. بس لازم نتقبل ده، ان احنا السنة الجديدة احنا عايزين نكون ناس احسن، بصحة عقلية احسن، صحة نفسية احسن، كل حاجة فينا تبقى احسن. ففي ناس هتبقى ملهاش لازمة مع الأسف مش هتكمل معانا، فاحنا لازم نعرف حاجة زي كده ونكون صراحة مع نفسنا في حاجة زي كده علشان نقدر نستمر في حياتنا بشكل أفضل. لأن لو فضلنا مع نفس الناس وفضلنا بنفس التأخير بنفس كل حاجة، السنة الجاية مش هنعمل أي حاجة خالص خالص بجد. الحاجة بقى اللي أنا بكتبها بعد كده، ايه الحاجات اللي أنا ممتنة ليها في حياتي. يعني أنا مثلا ممتنة إن أنا الحمد لله بصحتي كويسة، ايديا ورجلي وكل حاجة في جسمي تمام الحمد لله. آه، ممتنة لعيلتي، ممتنة لصحابي، الحاجات اللي أنا ممتنة ليها في حياتي ومبسوطة إن هي موجودة في حياتي. وبعد كده هكتب الحاجات اللي أنا نفسي تكون موجودة في حياتي، سواء بقى كانت أحلام أشخاص whatever هي كانت ايه، بس حاجات أنا نفسي تكون موجودة في حياتي في الفترة دي هكون مبسوطة بيها أكتر. بعد بقى ما كتبنا كل الحاجات دي هتلاقوا نفسكم فجأة دماغكم كده فيها لمبة بتنور، ويمكن شوية شوية بتعرفوا انتوا عايزين ايه، بتعرفوا مثلا مين الناس اللي لا انا مبسوط ان الشخص ده في حياتي لان ده بيدعمني، ده واقف جنبي، ده شخص كويس انا هخليه في حياتي. لا فلان ده هنخليه. فلان التاني ده معطلني جدا، بيتعامل معايا كأني قسم الشكاوى، ان هو بس يقول لي مشاكله، بيحسسني بكآبة. كل الحاجات دي هتلاقوا نفسكم كده ايه عمالين تفصفصوا الحاجات كده. انا حلمي ان انا مثلا اسافر، حلمي ان انا اشوف الدنيا من بره. وهكتب بقى دلوقتي الحاجات اللي انا فعلا نفسي فيها، الحاجات اللي انا ممتنه ليها، الحاجات دي كلها 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 تحت بعضها كده. اخر حاجه بقى خالص هنكتبها في التست ده هي انا كنت فين اول السنه وبقيت فين دلوقتي. هنكتبها كشغل، علاقتي مع ربنا، علاقتي بصحابي وأهلي، نفسيتي وصحتي. بكل بساطة بالطريقة دي هنكون اتكلمنا مع نفسنا، عرفنا احنا محتاجين نشتغل على ايه فيها، وعرفنا ايه ممكن نكون عاوزينه يحصل السنة الجاية. يعني أنا مثلا على سبيل المثال أهملت في صحتي يعتبر السنة دي، أو أهملت في جسمي، كنت مش بركز مع أكلي زي الأول، فالطبيعي إن أنا تخنت شوية. فانا محتاجه اشتغل ان انا لا ارجع اهتم باكلي تاني علشان ظهري ما يرجعش يوجعني تاني واكون احسن. فعرفت ان انا محتاجه اشتغل على الجزء ده، فالجزء ده الطبيعي يتحط في الاهداف بتاعتي بتاعت السنه. طبعا انتوا دلوقتي يمكن تكونوا وصلت لكم شويه ازاي هنقسم الفيجن بورد بتاعتنا، لان هي مش هتكون زي ما قلت لكم هوائيه كده، احنا هنبتدي ان احنا نقسمها. الرغي اللي احنا رغيناه ده طبيعي طلعنا الاهداف اللي احنا عايزينها،
فهنقسّمها أهداف صحية ونفسية، أهداف اجتماعية أو ممكن نكتبها كعلاقات، علاقتنا بأصحابنا، ب بعيلتنا، بكل الحاجات دي، أهداف في الشغل، وأهداف حياتية، وأهداف دينية. هنبتدي إن إحنا مثلًا نقسّم بقى الحاجات اللي إحنا عايزين نشتغل عليها في كل حاجة من دول، نحط الأهداف كده ونرميها وخلاص بقى إن شاء الله نحققها بقى السنة الجاية، لأ طبعًا ما فيش الكلام ده. إحنا دلوقتي مثلًا كتبنا في الأهداف الصحية إن أنا مثلًا عايزة أخس 10 كيلو، بابتدي أشوف الهدف ده ممكن يتحقق في مدة قد إيه، الهدف ده مثلًا ممكن يتحقق في 6 شهور، أنا هابتدي ببساطة أعمل لنفسي plan كده لمدة 6 شهور إن أنا أخلّي الهدف ده يتحول لروتين حياتي، إن أنا باعمل خطوات منه كل يوم، كل يوم، كل يوم، عشان أوصل له خلال 6 شهور. لو ما وصلتلوش خلال 6 شهور، فأنا محتاجة إن أنا أوصل له في السنة، فاهمين فكرتي؟ يعني إن أنا باحط deadline لكل هدف، بس أنا كده الdeadline بتاعي هو السنة، فأنا مثلًا لو حطيت الdeadline إن هو شهر، بس ما نجحتش إن أنا أوصل للحاجة دي في شهر، فأنا وصلت لخطوات تقدر تخلّيني أحقق الهدف ده خلال آخر السنة. اللي إحنا هنعمله بقى إن إحنا نبقى حاطين لكل هدف حاجات خطوات حتمية الحصول، فنبتدي إن إحنا نبقى عارفين في دماغنا إحنا هنشتغل إزاي. تيجي الخطوة اللي بعد كده إن إحنا نشتغل على الvision board بتاعتنا.